السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في قضية جديدة. نهار السبت 20 فبراير 2016 في واحد القرية صغيرة كتسمى لا باستيد دو كليرونس كاينة في فرنسا. يان عيط في التليفون على جارهم برنار وقال ليه اجي لعندنا دغيا، راه عندنا مصيبة واقعة في الدار. وبرنار عيط على ولده ومشاو كيجريو لعند دار جارهم. وصلوا دخلوا للدار وتفاجئوا بباسكال مليوح في الأرض وسط دماياته. زادوا شوية ولقاو إيفا مراتو حتى هي مرمية على الأرض، وولدها يان كيحاول يدير ليها مساج للقلب وكيحاول يدير ليها التنفس الاصطناعي. المنظر اللي قدامهم صدمهم بزاف وما عرفوش شنو اللي وقع. عيطوا على خدمات الطوارئ اللي جاو دغيا، بداو كيديروا ليهم في الإسعافات وهما يعيطوا على الهليكوبتر حيت الحالة ديالهم كانت حرجة بزاف. ولكن فات الفوت، باسكال وإيفا ماتوا. ملي بداو الجدارمية كيديروا في التحقيقات ديالهم، والشي اللي لاحظوه هو أن يان كان مصدوم، حاط راسو بين إيديه وما قادرش يهدر. الجدارمية بداو التحقيقات ديالهم ولقاو باللي إيفا خدات قرطاسة في صدرها، أما راجلها باسكال مضروب ب3 ديال القرطاسات، واحدة في الظهر وواحدة في البطن وواحدة في الجبهة. فتشوا الدار ولقاو 2 ديال المكحلات وفردي، والطابلة اللي في الصالون محطوط عليها الماكلة وطارطة ديال عيد الميلاد. ولكن الاحتفال سال بكارثة. فشكون هما باسكال وإيفا؟ باسكال وإيفا قصتهم بدات من 30 عام، فاش كان عند إيفا 23 عام، الوقت اللي جات من بولونيا باش تقرأ القانون الدولي في فرنسا. تعرف عليها باسكال في الكلية، هو كان كيقرأ العلوم الاقتصادية، ومن بعد تزوجوا وولدوا ولدهم الأول وسماوه يان، ومن بعد 5 سنين ولدوا ولدهم الثاني سماوه كيفين. في 2002 استقرت هاد العائلة في مزرعة في لاباستيد دو كليرونس. كانوا هاد الوالدين كيحبوا ولادهم بزاف وكانوا عائلة متحدة. باسكال كيخدم مفتش تأمين وعنده 55 سنة وهو إنسان متحفظ بزاف، وإيفا ربة بيت عندها 54 سنة وكانت عائلة متحدة ومرتبطة مع بعضها. في نفس النهار ديال الجريمة كيوصل كيفين روكسيل لعند الجدارمية وهو خايف ومذعور وكان مجروح في فخذه اليمين، وقال للضابط بأنه كان في دار والديه هو ومراته صوفيا وبنته. قال كانوا كاملين مجموعين على الطاولة، أباه وأمه وهو ومراته وبنته وأخوه يان. وقال بأن باه بدا كيغوت على أمه لحقاش اكتشف بأن أمه عندها علاقة مع راجل آخر. باه تعصب وما بقاش عاقل على راسو وجاب فردي وتيرا فيها وناض هو باش يدافع على أمه، وبدا كيتضارب مع باه وقال باللي باباه تيرا فيه، وبقاو مشادين وبقى كيحاول باش يحيد ليه الفردي وهي تخرج قرطاسة بلا ما يقصد في باه. قال كان خايف ومتوتر وقال باللي تصدم من داكشي اللي دار. بدا كيبكي وقال ليهم باللي كيعتقد بأن الأم ديالو راها مازال حية، وقال أنك تقتل الأب ديالك هادي راه شي حاجة فظيعة وخايبة بزاف. الجدارمية خداو كيفين حتى هو للسبيطار باش يداوى وبداو التحقيقات ديالهم من المكان ديال المذبحة. إيفا ماتت بسبب نزيف داخلي لحقاش القرطاسة قطعت الشريان وجات في القلب. ولكن اللي غادي يحير الخبراء هو الحالة ديال باسكال لحقاش النتائج ديال الخبرة ما جاتش متطابقة مع الطلق الناري الطائش. كيف ما قال كيفين، باسكال كان مضروب ب3 ديال القرطاسات. المحققين باش يتأكدوا من الهضرة ديال كيفين بأن أمو عندها علاقة مع شي راجل آخر، سولوا الناس اللي قراب لهاد الزوجين واللي أكدوا بأن إيفا كانت مرأة مخلصة وكانت علاقتها مع راجلها مزيانة وكانت كتبغيه وما كانتش عندهم المشاكل، بالإضافة إلى أن باسكال ما كانش راجل عنيف وما عمره ما عنفها. وعاد السلاح اللي تستخدم في الجريمة
سلاح ماشي أوتوماتيكي ولا حتى شبه آلي، يعني إلا بغى الواحد يتيري بيه خاصو في كل مرة يلقمو. وباسكال كان مضروب ب3 ديال القرطاسات، الشي اللي خلى المحققين يزيدوا يشكوا في كيفين. وبما أن يان وكيفين وصوفيا كانوا كلهم حاضرين وقت الجريمة، اعتقلوهم ب3 وبداو معاهم التحقيق. بداو بكيفين اللي غير أقواله وقال باللي يان هو اللي تيرف والديه وهو العقل المدبر لكل شيء، وقال بأنه كذب في التحقيق الأول حيث خاف من الانتقام. من بعد حقوا مع صوفيا اللي قالت بأن يان كان متوتر بزاف، كان كيخرج من الدار وكيرجع يدخل وكيطلع الفوق وكيرجع ينزل، كان كيتصرف بحال شي مجنون. وقالوا بأنهم كانوا جالسين بزوجهم في الصالون مع بنتهم وهما يسمعوا صوت القرطاس، ودخل عليهم يان وهو هاز السلاح وضرب خوه بالقرطاس، وجا لجهة صوفيا وقال ليها باللي غادي نقتلك. قالوا بأنه بغى يقتلهم كاملين، وقدر كيفين يحيد ليه الفردي اللي كان هاز وهما يهربوا. وقالوا المحققين باللي ما قالوش هاد الشي من الأول حيث خافوا لا ينتقم منهم. هاد التصريحات المحققين ما اقتنعوش بها. وفي الغرفة الأخرى كان التحقيق جاري مع يان اللي قالوا ليه بأن أخوه كيفين كيتهموا بقتل والديه، وهو يقول أنا عارف باللي هاد الشي ما كاينش. وقال المحققين بعد وقت قصير أنا ما قادرش نتذكر تفاصيل الأحداث. قال بعد وقت قصير من بعد ما بدينا كناكلو سمعت القرطاس وما عرفتش أشنو اللي جرى، ما باغيش نتهم خويا أو لمراتو زور، ولكن في رأيي هو اللي تيرا. يان فاش كان كيعاود للمحققين على أشنو اللي وقع نهار الحادثة كانت ملامحه كتبان جامدة وما كيبانش عليه بأنه متأثر وكينسى بعض الأحداث. داكشي علاش المحققين ولاو في حيرة ما عرفوا شكون يصدقوا. كيبان ليهم بأن الأخ الكبير يان لقاوه في مكان الجريمة وكيبان عليه أنه مرتبك وكينسى بعض الأحداث، والأخ الصغير كل مرة كيغير الأقوال ديالو. القاضي صدر قرار باش يتعتقلوا الولاد بجوج وعرضوا يان على طبيب نفسي باش يدرس سلوكه الغريب. جا التقرير ديال الطبيب اللي قال فيه بأن يان مصاب بإعاقة ذهنية كتسمى متلازمة أسبرغر، يعني عنده صعوبات في التواصل مع الآخرين وما كيقدرش يعبر على الأحاسيس والمشاعر ديالو بشكل جيد. صحاب هاد المتلازمة ما كيقدروش يعبروا على نفسهم بالحواس ديالهم بشكل جيد وما كيقدروش يبينوا مشاعرهم وأحاسيسهم، ومعروف عليهم بأنهم ما كيكذبوش. الوالدين ديال يان ما كانوش كيقولوا لجيرانهم أنه صاحب احتياجات خاصة. إلا قال لهم شي حد شي حاجة على ولدهم يان كانوا كيقولوا باللي عنده مشاكل في الغدة الدرقية أو لا شي سبب آخر. ووخا يان ما كانش شخص طبيعي، الطبيب والجيران والعائلة قالوا بأن يان شخص هادئ وظريف وما عمره ما كان عنيف وما يقدرش يقتل والديه. زيادة على هاد الشي نهار الحادثة الجيران قالوا بأن يان كان كيحاول بكل جهده باش ينقذ الأم ديالو. المحققين ولاو شبه متأكدين بأن يان ماشي هو مول الفعلة، داكشي علاش ولاو مركزين مع كيفين واللي من الصغر ديالو وهو كيحس باللي هو منبود بسبب الاهتمام الزايد ديال والديه بخوه اللي حقاش مريض، الشي اللي خلاه ديما كيحقد على خوه يان. في 2011 كيفين تعرف على واحد البنت عبر الانترنت سميتها صوفيا وعندها 18 عام وهي من كازاخستان، ودغيا بغاو بعضياتهم وبغاو يتزوجوا. وملي والديه رفضوا هددهم إلا ما وافقوش غادي يمشي معاها لكازاخستان. باسكال وإيفا ما كان عليهم غير وافقوا على هذا الزواج وداروا ليهم العرس. متطلبات هاد الزوجين الجداد ما كانوش كيساليو،
سكن هو ومراته ماشي بعيد على والديه، وبقاو والديه كيصرفوا عليهم. ولدوا بنية وولاو ديما كيبتزوا بيها إيفا، ولاو كيقولوا ليها إلا ما عطيتيناش الفلوس ما غاداش تشوفي حفيدتك الصغيرة. لدرجة أن إيفا واحد المرة قالت لصاحبتها بأن كيفين ومراته شي مرة يقتلوها هي وراجلها. المهم داز شهر على الحادثة، وعاودوا المحققين لاستجواب الكيفين، واللي قال باللي باه كان ديما عنيف معاه ملي كان باقي صغير. وهاد الشي راه كيوقع، المشاحنات العائلية كتوقع كاع في العائلات، وماشي حيت الواحد مخاصم مع والديه غادي ينوض ويقتلهم. واصلا الوالد كان ما باغيش يورثني، ومادام ما غاديش نورث فالامر ما كيهمنيش، علاش غادا نقتلو؟ اما صوفيا قالت بانها ما عندها حتى شي علاقه بالقتل ديال حماها وحماتها، وقالت بان علاقتها معهم كانت مزيانه بزاف، وهما كيبغيو بنتها وكيدوزوا اعياد الميلاد ديما مع بعضياتهم، وقالت بانها هي اعز صديقه لحماتها. المحققين لقاو من بعد واحد الورقه في حويج كيفين مكتوب فيها انه خاصو يتخلص من 3، ومكتوب فيها المراحل اللي خاص يتبعهم باش يتخلص من هاد 3 مرحله مرحله. كيفين ما كانش باغي غير يلصق الجريمه في خوه، كان باغي يصفيها ليه حتى هو بحال والديه باش يورث، وكان ناوي يشعل العافيه في الدار ديال والديه ويقبض فلوس التأمين. إيان ملي تفكر الأحداث اللي وقعت نهار الحادثة قال للمحققين بأن خوه كان جاي نهار السبت باش يتصالح مع والديه وينساو الخصومة اللي بيناتهم، ويحتفل معهم بعيد ميلاده 23 ويتغداو مجموعين. باسكال وإيفا كانوا فرحانين بأن ولدهم ومراته وبنته جايين لعندهم، وجدوا الغدا ووجدوا الكادويات على قبلهم. يان قال باللي كيفين وصوفيا فاش جاو لدار والديه كانوا جالسين مجموعين على الطبلة. ناض باسكال روكسيل الكوزينة وتبعو كيفين وهو هاز الصاك ديال التقدية اللي كان داير فيه فردي، وتيرا في ظهر باه القرطاسة الأولى، ضارب باه وعاود ضربو بالثانية. وطبيعي أن الأب غادي دافع على راسو، بداو مشادين مع بعضياتهم وهي تنطلق قرطاسة وجات في كيفين. هاديك الساعة الأب طاح على الأرض وكيفين بقى شاد الفردي في إيديه، وفي هاد اللحظة جايان ومو كيجريو الكوزينة باش يعرفوا أشنو اللي واقع، وبدون تردد كيفين تيرا في صدر مو مباشرة وما بقى قدامه غير خوه. وفاش بغى يتيري فيه كان القرطاس اللي في الفردي سهلة، لحقاش كانوا فيه 5 ديال القرطاسات، 3 جاو في باه ووحدة جات في كيفين ووحدة في إيفا. بدا يان كيتضارب مع كيفين اللي المخطط ديالو خسر، ومن بعد هرب هو ومراته. يان قال للمحققين بأنه شاف مرات خوه صوفيا كتقلب في الجياب ديال امه اللي كانت غارقة في دماياتها. كيفين وصوفيا فاش خرجوا من الدار مشاو ديريكت لعند الجدرمية، وهما في حالة ديال الذعر باش يبانوا كضحايا. المحققين اكتشفوا بأنه فاش كيفين وصوفيا جاو للدار ديال والديه كانوا جايبين معاهم في الكوفر ديال الطوموبيل بزاف ديال الليترات ديال حمض الكلوريدريك و5 لتر من الكحول، كانوا ناويين يشعلوا بهم العافية في الدار ديال والديه مورا ما يقتلهم. ونهار 10 دجنبر 2018 يعني تقريبا من بعد 3 سنين كيفين ومراته صوفيا كيتقدموا للمحاكمة، والأول مرة كيعترف كيفين وكيقول باللي هو اللي اقترف الجريمة وبأن باه كان راجل مزيان وقاع داكشي اللي قال عليه غير كذوب، وقال بأن مراته صوفيا مشاركة معاه في الجريمة وهي اللي حرضاته باش يقتل باه وامه باش يستولي على فلوسهم. ولكن صوفيا قالت بأنها بريئة وما عندها حتى شي دخل في هذه الجريمة. ونهار 15 دجنبر 2018 ملي كانوا في المحكمة صوفيا كتعرض لوعكة صحية، وفي النهار اللي من بعده كيفين حتى هو كيغيب على المحاكمة حيت حاول ينتحر. ومن بعد شهر
كتخرج صوفيا من الحبس تحت الرقابة القضائية باش تشوف بنتها، وبقات متابعة في حالة سراح. ومن بعد طلقات من كيفين. المهم دازوا بزاف ديال الجلسات ديال المحكمة، وحكمات المحكمة على كيفين ب30 عام وعلى صوفيا ب20 عام بسبب التواطؤ والتحريض على الجريمة. وفي أكتوبر 2022 وفي محكمة الاستئناف تحكم على كيفين اللي ولات عنده نهار المحاكمة 29 عام ب30 عام ديال الحبس، وبالبراءة على طليقته صوفيا. صوفيا بقات ديما كتقول بأنها ما كانتش على علم بالمخطط ديال راجلها، وما كانتش عارفة بأنه كان باغي يقتل والديه. المحكمة ما لقات عليها حتى شي دليل ملموس. وصلنا لنهاية القضية اليوم. كنتمنى تقولوا في التعليقات واش فعلا صوفيا كان عندها شي علاقة بهذه الجريمة، واش فعلا كانت المحرض الرئيسي ديال القتل. وإلى اللقاء في قضية جديدة.